السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا بنات؟ هلت روايح رمضان، كل سنة وانتم طيبين. كلها أسبوعين. قلت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يعودوا علينا يا رب في خير وسعادة وهنا ورضا وطاعة. النهاردة الجو تلجي، ده تلجي بقى، مش هقول لكم تلجي يعني إيه، إحنا متجمدين في بيوتنا، فقلنا نعمل معاكم الأكلة الجميلة. طبعا الراعي الرسمي في الشتاء العدس، ومعاه البتنجان المخلل والبصل، أكلة جميلة وما اقولكوش على الطعم بطريقة تيتا روكا. نخش إن شاء الله على الفيديو مع بعض ونشوف الأكلة الجميلة ديت بطريقة تيتا روكا اتعملت إزاي. ماشي يا حبايبي. بص يا بنات، أول حاجة عندي كوباية عدس. طبعا دي الريم بتاع العدس لسه هطلعه. حطيت كوباية عدس في شوربة، عندك مية اعملي بمية، اللي متوفر عند شوربة فراخ شوربة لحمة. هنا عملت بقى جبت 3 كوسات، ومعايا جزرتين، ومعايا فلفل بتاع ده طماطميتين برضو، وعود كزبره اخضر، وفصين توم، وبصلايه. كل دول حطيتهم في قلب الحله مع العدس. هنسيبهم بقى يغلوا غلوه كده مع بعضهم، ونشيل الريم بتاعهم من على الوش. تمام كده يا حبايبي. وبعد كده بقى نجهز بصلايه حلوه كده برضو، نحط عليها زيت. تحط عليها معلقتين زيت ومعلقه سمنه بلدي، مش عندك بقى خليها زيت خالص حسب ما انت بتحبي. حطيتهم برضو في الحله. وبعد كده بعد بقى ما العدس استوى، وبدات احمرهم كده. تمام لحد ما يدون انا عايزه البصل بتاعي يحمر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بدأ يحمر اهو معايا. هنشيله ونبدأ نعمل بقى الخطوات اللي بعدها. شلت البصل، هحط بقى هنا الشعريه، كله في الحله واحده زي ما كنا بنعمل الكشري كده. طبعا هنا مع البصل اللي باقي، وده بيدي نكهه حلوه جدا جدا للعدس. تمام يا بنات. كده هنخلص بقى تحمير الشعريه. وهنبدأ بقى نحط الإضافة اللي بعدها. الإضافة اللي بعدها؟ عندنا طماطم. هنروح حاطين الأول فص توم كده، أو حط طماطم وبعد كده حط فص التوم بتاعك. وده بيدي للعدس نكهة جميلة جدا. جربوا يا بنات وقولوا لي رأيكم في أهو حطيت فص التوم، يعني مش فص يعني 2 أو 3 فصوص بس من الثوم. وهتبداي تسبكي الطماطم بتاعتك. عندنا البهارات عباره عن كزبره، ملح وفلفل وكمون، وشويه اللي هو جنزبيل. كل ده بقلبه مع بعضهم. وكزبره، اهم شيء كزبره يا اولاد، والكمون اهم شيء الكمون في العدس. تمام كده. بعد كده هروح السبكت بتاعت الطماطم، هبدا احط العدس بتاعي زي ما انتم شايفين كده، واقلب بقى مع التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها. وطبعا الملح انت بتدوقيه بتشوفي على حسب ما انت حابه. تمام كده. هنا انا بوريكم ندي البصله المحمره مع مع الشعريه. كده خلاص. كنت انا نسيت الكزبره، حطيتها قدامكم اهيت مع شويه ملح، لقيته تدلع شويه فهتحط ملح كمان. وده العدس بتاعنا الجميل جميل، مش هقول لكم على ريحته وعلى طعمه، خطير خطير. ان شاء الله تجربوه بطريقه تيتا روكا وتقولي لي رايكم فيه. تمام كده حبايبي. كده عندي بتنجان بقى حمرته عشان حاجه بقى جميله كده في الساعه اللي احنا دي. حمرت بتنجان وفلفل. والعدس بتاعي بص بلون الكهرمان، روعه روعه روعه. مش حطيت عليه لا كركم ولا اي حاجه، هو بالحاجات اللي احنا حطيناها قدامكم. والطعم ما اقولكوش، وريحته روعه. تمام كده يا حبايبي. وده هو فعلا اللي بيدفينا في الشتاء. كده خلاص حطينا بقى بهاراتنا، والعدس بتاعنا استوى بقى، والشعريه الحمد لله. وحمرت البتنجان اهوت. تمام يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وهنبدا بقى نحط التتبيله بتاعتنا بقى على البتنجان، ونرصه بقى في الطبق. ونقطع معاه كده قرنين فلفل اخضر. ونجهز بقى حاجتنا للتقديم مع العدس مع الراعي بتاعنا الرسمي العدس. تمام كده. كده الفلفل اهو احمر يا حبايبي، والبتنجان جهز. وهنبدا بقى نرصهم في الاطباق. يبقى ما عادش بس الا تقديم الاكل. العدس استوى والبتنجان اتعمل وجهزنا حاجتنا. نبدا بقى نرص ونشوف الاكله الجميله النهارده اللي احنا عملناها معاكم، اللي هو اكله الشتاء معروفه. لا يخلو الشتاء الا من العدس. لازم يكون في عدس في الشتاء. تمام كده. كده خلاص جهزت وقطعت عليهم قرنين الفلفل زي ما انتم شايفينه كده اهوت. ودي طبعا الاكله بتاعتنا بقى اللذيذه اهيت. جهزت بقى طبق البتنجان، وحطيت عليه بقى زوقته كده بشويه الطماطم والفلفل الاخضر. وده الزيتون يا بنات اهوت اللي انا عاملاه وموريه لكم، روعه روعه روعه. الزيتون اللي احنا مخلينه رمضان خدت منه اهوت مع الليمون المعصفر رائع. البصل بقى اللي انا خدته وحمرته كويس قوي، بدات ازود بيه بقى الطواجن العدس الجميله دي اهي زي ما انتم شايفين.
اللي بيحب بقى البصل بقى المحمر ده بيبقى طعم والنكهه بتاعته بتبقى مع التقليه بتبقى حلوه قوي مع العدس. كده حبايبي بقى بدأنا نغرف الاكل اهوت. خش طبعا اللينك بتاع الايه الزيتون وشوفوا ايه تيتا روكا عملت معاكم الايه الزيتون ازاي. تمام ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. وبدأنا ناكل بقى منه اهوت قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وده كان العدس بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه معاكم مع الجرجير مع البتنجان المخلل، الله بالدقه بتاعته كده جميل، وشويه الخل وشويه الليمون بقى كده. ومعانا بقى العيش الناشف بقى، عايزه بقى تسقي بقى في العدس، سقي عايزه تاكليه كده بالعيش على طول مع الجرجير ومع البصل ومع الكلام ده. اكله جميله النهارده هتدفيكي بقى في الشتاء القارس اللي احنا عايشين فيه. الحمد لله يا رب على كل حال. ودي كانت وجبتنا النهارده يا حبايبي. يا رب ان شاء الله تعجبكم. واللي وصل معاه في الفيديو وعجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وكمان جبنا عملنا البصل بتاعنا بقى الاحمر كده اهوت، تحط عليه معلقه خل كده برضو. وبوريكم زيتون اللي هي مستويه وجميله والطعم حلو قوي. والليمون المعصفر برضو بتاعنا اهو، ان شاء الله يخشوا على لينك القناه. تمام كده حبايبي. ودي كانت اكلتنا النهارده، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. واللي عجبه الفيديو برضه زي ما انا قلت لكم ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ودي كانت الوجبه بتاعتنا النهارده، جميله جميله وحلوه وبتدفينا في الشتاء. ان شاء الله تعجبكم طريقه تيتا روكا في العمل العدس بالطريقه بتاعتي دي، وتعملوها وتجربوها ومش هتندموا. ان شاء الله يطلع طعم حلو جدا ان شاء الله، وتقولي لي فعلا العدس جميل جميل. تمام كده حبايبي. بالطريقه دي والله هيطلع حلو جدا وحلو وهيعجبكم. تعملوه بالكوسه، لو اللي عايز تحطي بطاطس، ما حطيش بطاطس، الكوسه بس والجزر والبصل. تمام يا حبايبي. مع التوابل بتاعته الجميله بيبقى حلو جدا ومغذي للي ما بياكلش الكوسه في الحاجات اللي زي دي التانيه، الطبيخ والكلام ده كله هياكلها في قلب في قلب العدس. وجبه مغذيه جدا ومفيده وبتدفي في الشتاء. ان شاء الله يا حبايبي ينور رضاكم الوجبه بتاعتنا الجميله دي النهارده. وما تنسوناش تكملي بقيه الفيديو بتاع تيتا روكا. ما تنسوناش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير يا حبايبي، بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.